العثمانية اللي بسموها والتقويسات هذه. هذا كله أخواني هام جدا في موضوع هذه الدفائن العثمانية في بعض البلاد العربية. بالنسبة للأمكنة اللي بتكون فيها الدفائن في الجسور، خاصة نتحدث نحن عن الجسور الحجرية العثمانية القديمة، إما تحت الجسر في مكان معين حسب العلامة والإشارة التي تقودك، طبعا طلقات التثبيت هامة جدا إخواني الكرام، وإما أن يكون حوله، مو شرط أنه تحت الجسر، لأن مين كان راح فورا يذهب باله إلى تحت الجسر، لكن تحت الجسر أين؟ هون المشكلة. فيجب الانتباه إلى الإشارات، العلامات العثمانية معقدة، ليست سهلة أبدا، ليست سهلة. وإذا كان هناك خريطة تتوجه فيها توجهك أيضا راح تعطيك. هون عم نلاحظ الجرة مع رقم